النفسي. اهلا وسهلا. طبعا محدش فينا ما بيعرفش الفيديو كليب، ومحدش فينا ناسي اول ما طلع الفيديو كليب وطلعوا البنات معاهم اشاربات كده ويفضلوا يهشوا بالاشاربات، وقلنا ايه ده، ايه الاشكال دي وايه الحاجات دي. فجأة الهجوم اللي بعد كده او الموجة اللي بعد كده، هل ده الفيديو كليب ده بيعبر عن انحدار الاخلاق ولا هو السبب؟ لا. يعني والحالة النفسية بتاعت المواطن يعني بالظبط ايه؟ حضرتك كمستشار في الطب النفسي دكتور خليل. يعني هو انا ابدا بمقوله القبطان فرنسي اسمه ميسون بيقول الذين الصوت عشان مش قد سماعكم كده بتتوشوا ليه؟ انا مين؟ ان يعني ان الذين يولدون ويترعرعون في العبوديه يرقصون على انغام اغلالهم. فاللي بيولد ويترعرع في جو ثقافي معين بيرقص على انغام هذه البيئه. وفي احنا بقى عندنا تاكيدا لكلام الدكتور عبد الوهاب المسيري انه التلفزيون جهاز جهنمي، يعني بمعنى انه قادر على التاثير. وانا اعرف ناس سواء كانوا مرضى بيجوني العياده او غير مرضى ما عندهمش الدش، وفي ناس من الصعيد ولكن عندهم مشاكل زوجية أدت إلى الطلاق بسبب تدخل الأهل، بسبب عدم المشاركة، بسبب عدم القدرة على التواصل. ده عادي من زمان. نعم. في حد جال حضرتك دلوقتي عنده مشاكل في العلاقات الاجتماعية والزوجية يعني مش بسبب الدش خالص، يعني هو في تأثير خطير جدا من أغنية معينة لماريا اللي هي بتبقى في المدرسة وبتحب الأستاذ بتاعها وبتحط الروج بطريقة معينة. ده أنا شفته أخطر فيديو كليب لأنه بيأثر على البنات اللي من سن 9 ل 14 تحديدا، وهي سن حساسة جدا بينمو فيها الإنسان وبالذات البنات، وإن هي يعني بترسخ مبدأ إنك أنت تشتهي المدرس بتاعك وتعمل البدع. ده الأغنية بتاعت ماريا اللي هي التلميذة في المدرسة والأستاذ. وبعدين المصيبة بقى مش في كده، إنه هو في آخر الفيديو كليب بيقول لك وإلى اللقاء مع مدارس ماريا في كل أنحاء العالم. الأغنية دي تحديدا شافتها بنت بتيجي طلبا للمشورة النفسية والعلاج النفسي جاية من بلد في الغرب لا داعي لتحديده، وقالت لي انه في اماكن معينة محطات كتيرة قوي بتعمل رقابة وتمنع مثل هذه الاغاني لان فيها دعوة. انما اللي بيتكلم عليه الاستاذ النقيب وكلمت عليه الدكتورة عزة بمعنى انه الترويح والترفيه في بعض الاغنيات البسيطة اللي فيها زهو الالوان ولمدة بسيطة، مثلا بعد ما ترجع من شغلك اللي فيها زهو الالوان ثقافه الصوره ما فيهاش توحش العين. توحش العين انت بتتفرج على الفيديو كليب؟ بتفرج. بتستمتع بعد ما ارجع العياده لازم اتفرج يعني بتدور على بنتي وزي الدكتور عبد الوهاب بالريموت وبشوف. طب قريت المقاله بتاع الدكتور عبد الوهاب؟ طبعا قريتها. طب انا يعني يسعدني ان انا اسمع برضو نقاش هنا. انا اتناقشنا قبل ما نيجي. لا انا عايزه نقاش قدام الساده المشاهدين كلها، لان انت ليك راي والدكتور عبد الوهاب المسيري له راي. لا هو انا بحترم راي الدكتور عبد الوهاب المسيري، ولكن انا شايف ان في نقطه يعني بصرف النظر عن الفيديو كليب ان في ثقافه معينه بتهجم علينا، وده نتيجة ما يسمى العولمة ونتيجة انه اصبح في عالم افتراضي كبير ونتيجة الانترنت ونتيجة السفر الكتير ونتيجة الهجرة ونتيجة الشباب اللي بيموتوا في عربيات الترحيلات واللي بيغرقوا في البحر طلبا ان هم يروحوا اوروبا، ونتيجة كل ده في ثقافة جديدة معينة وفي حاجات يتهيألي يعني مع احترامي الشديد لحضرتك ما تعرفيهاش. في ناس فرق بتيجي من بره بيعملوا هيفي ميتال ميوزك اللي هي موسيقى صاخبه جدا، وبعدين الشباب بيجوا على قرب البيست والحتت دي ويزقوا بعض بالاكتاف ويوقعوا بعض في وحشيه غريبه جدا جدا، وبيبقوا لابسين الحاجات اللي طالع منها حاجات مدببه كده. وبيجي بعض هؤلاء الشباب ليا
في العياده باضطرابات نفسيه شديده جدا. ما بقولش كل الناس بتروح الحفلات دي كده. في حفله في مدينه مشهوره على البحر الاحمر، مش عايز اعمل لها دعايه، والولد يجيني العياده عشان تعالج يقول لي بس قبل يوم الخميس عشان التذكره $50 بس، وايه واصحابي هيطلعوا فرق ده انه هيشتروا فرشه حشيش ويقطعوها حتت ويبيعوها. فرشه ايه؟ فرشه حشيش، يعني حاجه زي البلاطه كده، انا كنتش اعرف الحاجات دي برضه. وايه هنجيبها من الساحل لان الساحل ارخص ونبيعها هناك في الحفله فنكسب. جاي ثالث احسن دي جي في العالم، ويعني واخده بال حضرتك في هناك جو شباب. بس حضرتك انت جبت شاب يعني، وده شاب مريض يعني مش كل لا ما هو كله لا يعني يعني الدكتور عبد الوهاب حضرتك قلت بعد اذنك، حضرتك قلت انه ده بينمي ثقافه المتعه. طب يعني انا يعني المتعه الفرديه في المقال قلت ان دون شك ان انا لما بشوف الفيديو كليب بتمتع، يعني انا رجل وكده، لكن طرحت السؤال هل المتعه الشخصيه هي القضيه الاساسيه ولا لا؟ هل هي ده الحكم على الامور؟ قلت لا، في اشياء اخرى تتجاوز المتعه الشخصيه. ده سؤال مهم جدا. زي اثر هذا على نسيج المجتمع. وبدات احاول اصل الى الصوره للانسان التي يقدمها الفيديو كليب. دكتور عبد الوهاب تسمح لي ان انا السؤالين دول بالذات نعمل بيهم فاصل وتسمع راي الشارع المصري يرد على السؤال بتاع حضرتك. ابقوا معنا. الأهواء تتكابر أجمل انساك تراضيني، أروح وياك للآخر أعود ألقاك ناسيني. انت عارف ليه بحبك ليه وحبك ليه بيحلالي، ليه بسهر ليه وادوس عليك واحبك تبقى طوالي، حيران على صقح كده وبشغول وحالك يبقى من حالي. كل ما تزعل وتبعد عنها تيجي 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 وصح اللي كان، كل ما يهدى قلبك حبها تيجي 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 تشتاق للحنان. بحبك وخلقك لا ملكني هواك ولا اقدر حبيبي يوم انساك. حبيبتك لسه مخصماك، حبيبتك عشقي شكاك. مش مؤهل اساسا للزواج يا جماعه. الحياه عمرها ما كانت فيديو كليب، ولا البيت كان فيديو كليب قبل، زي ما بيقولوا الكلام خلص. اهلا بكم معايا بعد هذا الفاصل. هم بيقولوا اخر حاجه قال الكلام خلص، لكن الكلام خلص لكن احنا ابتديناه، وده الرد اللي حضرتك سمعته يا دكتور عبد الوهاب، ان كل واحد له راي في الموضوع. وبالفعل زي ما الدكتوره عزه اتخضت لما قال الواحد لما بيتفرج كده بحقه حقيقي ما بيروح البيت بيزهق او بيقرف او يعني. فانت ايه رايك في الردود؟ يعني هي فيها شكل من اشكال التبسيط. يعني هي القضيه مره اخرى انه الفيديو كليب بيختزل الانسان لبعد واحد. والإنسان الذي يختزل لبعد واحد هذا غير قادر على التعامل مع الآخر، لأنه التعامل مع الإنسان الآخر يتطلب نوع من أنواع الفهم، نوع من أنواع التقبل، التفاوض اليومي. وده مسألة لا تتم مع الآخر، وهذا بالعكس تتم مع بين الإنسان ونفسه، لأنه الواحد بيتغير من يوم ليوم وهكذا. الفيديو كليب وإلى جانب طبعا هوليوود، إلى جانب الإعلانات، كلها بتختزل الإنسان وتجعله غير قادر على التعامل مع التركيب الإنساني، بمعنى إنها بتدي الإنسان أحلام مستحيلة، أحلام مستحيلة.
وانا بجد ان الاحلام المستحيله هذه بتربي كوابيس، لان الحلم المستحيل بطبيعته هو كابوس. في الواقع انا اذهب الى ابعد من هذا واقول ان الاحلام المستحيله هي مصدر اساسي للاندفاع، انها تدي الانسان صوره انه مستهلك، انه عنده عربيه جميله. وعلى فكره الفيديو كليب دايما الخلفيه فيه خلفيه استهلاكيه، قصر جميل وعربيه ولبس جميل، بس جمال او عري ده بيبقى كمان تفوق. وبعدين في حاجه كمان مهمه، انه تلاقي دلوقتي انه اكتره او كل الفيديو كليبات تلاقيها بره، بتتصور بره في الخارج، وحتى تلاقي الروسيات والهنود كلهم ورقه. طب يعني ابتدى يبقى فيه، وبعدين مكنه الاقتصاد العالميه أثرت بالفعل، لأنه دلوقتي اتفتحت قنوات كتيرة جدا تشتغل على الأغاني. ده اسمه تسليع الأنثى. ده إيه؟ تسليع يعني بقت سلعة، يعني زي المخدرات، زي العملة، زي البضاعة المستهلكة، زي الحاجات التيكاوي، ثقافة التيكاوي. دي على فكرة اللي حضرتك بتقوله دي كارثة. يعني احنا دلوقتي كده بندعو في دعوة. هو الدكتور عزة ما كملش ان هو يعني حضرتك ازاي لقطتي ان هو قال كلمتين دي كارثة. لانه بيقول تسليع الانثى. اصل دي كلمة تسليع، يعني الانثى اصبحت ده اكسبريشن اول مرة. ما انا بقول لحضرتك كده، بقول لك تسليع الانثى، وهي دي الحقيقة. ان احنا دلوقتي بنقول المرأة لها قيمة كبيرة وبتشارك ومشاركة سياسية، وفي نفس الوقت فعلا بنعمل نفس اللفظ ده، بنخلي تسليع الانثى، بناخد الانثى في الفيديو كليب وبنقول ان الانثى لا تساوي الا وجهة نظر الاستاذ اسماعيل. هل فعلا تسريع الانثى يعني انتوا فرحانين بالشعارات والكلام الفرخ عشان كل واحد يبقى انه مثقف وانه هيهد الدنيا؟ بتاخد الامور ببساطه شديده جدا. انا النهارده بروح اخطبك كده، والله انت جميله، وخبطت على دار ابوكي وقلت له يا عمي انا عايز اتجوز بنتك،